السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، نتمنىكم تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا ملوية بحجم كبير نحضروها كالغوتي، شي حاجة رائعة، شي حاجة اللي هي سهلة وكتجوز بسرعة. طريقة الطي مختصرة وكيف ما كتشوفوا كتجي مقرمشة وكتجي مذهبة، فنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناة لأول مرة ما تنساوش ليا لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، وما تنساوش التعليق إلا عجبكم هكا الفيديو باش تشجعوني أكثر نعطي المزيد إن شاء الله. وهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبة للعجين كنحتاج 500 غرام من الدقيق الأبيض، يعني ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبة. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الميزان يعبروا غير بالكاس ديال العنبة كيف ما درت انا. فهنا غنضيف واحد الكميه ديال الملح، تقريبا واحد 4 معالق هكايا صغيره، يعني الملح راه كتبقى على حسب الذوق. وغنضيف هنايا الراس المعلقه صغيره من الخميره ديال الخبز. نتوما كتشوفوا غير راس المعلقه صغيره، حنا ماشي فحاشنا باش نخمروا هاد المسمنه تجينا خامره بزاف، فقط هكا باش كتسهل علينا دغيا كطوع العجينه، وكتسهل ان كتجي حتى مسمن كيجي مورق وكيجي خفيف. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت معلقه كبيره من العسل اللي ممكن تعوضوها بالسكر، وغنضيف واحد ساشي الخميره ديال 7 ديال الغرامات. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نضيف. وغنعجن العجين بالحليب، هاد الملوي كيجي بالحليب. فانتوما الا ما بغيتوش تضيفوا الحليب تقدروا تعجنوه غير بالماء، كيبقى لكم اختيار، لكن كنفضل انا يكون بالحليب، كيجي مورق ومقرمش وكيجي هشيش في نفس الوقت. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت الكاس الاول ديال الحليب اللي كيكون دافي من قبل، وغنبدا نعجن هنا في العجانه، وانا كنضيف هنا الكاس الثاني شويه بشويه ونشوف شحال هز ليا. فبالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه غتعجنوا العجينه ديالكم عاديه في قصريه. هنا كيف ما كتشوفوا 2 كيسان ديال الحليب عامرين اللي يكون دافي، هادو قدوني بالنسبه ل 500 غرام ديال الدقيق. هنا كيف ما كتشوفوا صافي كنخلي العجانه هنا كتعجن، كيكون هذا هو القوام ديال العجين. عجين اللي كيكون مجموع، ما كيكونش قاصح بزاف وما كيكونش خفيف. انتم كتشوفوا القوام ديالو. هنا غنحيدو من العجانه باش تشوفوا العجين كيفاش دايره. هانتوما العجين كتكون مجموعه، ما كتكونش خفيفه وما كتكونش ايضا قاصحه. نتوما خذوا العبار كيف ما خديتو انا بالكاس 2 كيسان ديال الحليب مع 5 الكيسان ديال الدقيق. هنا كنغطيه بالبلاستيك الغذائي وكنخلي العجين ديالي حتى كيرتاح، ماشي تخمر، فقط غير كيرتاح واحد 10 ديال الدقائق ورجعوا ليه. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالو، العجينه كترتاح وكتعطينا حتى الطوع في الخدمه. هنا كيف ما كتشوفوا غنحط العجين على طاوله العمل، غندير بواحد شويه د الزيت باش ما تلتصقش العجين، وغنبدا نشكل منها كويرات. بالنسبه لهاد الكميه ديال الدقيق غتشكلوا ما بين 6 حتى ل 7 ديال الكويرات، يعني اللي بغيتو بهذا الشكل. هذا نديرهم شويه هكا في حجم كبير، ملويه يعني اللي ساهله ودغيا كتوجد. وحتى الطريقه ديال الطي ديالها اللي طريقه مختصره كيف ما غتشوفوا في الفيديو ان شاء الله. طريقه مختصره كتوجد بسرعه، فقط عجنوا هاد العجينه يعني لا تيساع كل ما ارتاحت العجينه، يعني كتبغي شويه الوقت هكا باش ترتاح، يعني حتى غنشكلوها ونساليو فتبغي الوقت شويه باش ترتاح، فلهذا عجنوها شويه هكا بكري. هانتوما كتشوفوا هنا غادي نشكل انا على 7 ديال الكويرات كيف ما شفتوا في الصوره. غندهن الوجه ديالهم شويه ديال الزيت، نغطيهم مره اخرى بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا مره اخرى واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق. فهنا من بعد ما خليتهم انا واحد 10 ديال الدقائق، نتوما كتشوفوا كندهن هنا طاوله العمل. انا جلست هنا على الطبله، كنت عييت شويه صافي وجلست على الطبله هكا كنورقهم. صافي كندهن بالزيت وكنورق هكا كيف ما كتشوفوا العجينه كيف ما كتشوفوا باش تعطينا الطوع، خليوها ترتاح شويه. صافي كندهن غير بالزيت، يعني كنورق مزيان حتى كتبان ليا الطاوله اللي كنخدم عليها. ضروري هذا الملوي كيبغي يتورق رقيق، وما تنساوش الجوانب، يعني واخا تقطع لكم هكا شويه العجينه من جناب راه ماشي مشكل، غير ورقوا نتوما كتشوفوا حتى كتبقى تبان لكم الطبله اللي غتخدموا عليها. وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون في حراره المطبخ او تذوبوها. فإلا كان عندكم الزبده ديال التوراق يكون احسن، ما كانش غتستعملوا الزبده د البواطه ولا اي زبده عندكم. هنا كيف ما كتشوفوا كنبقاو نجرو هكا العجين بيدينا باش داك الجوانب ما كيجيوناش غلاط، وكتجينا الملويه مورقه ورقيقه.
فها نتوما كتشوفوا من بعد ما ورقتها مزيان وداك الجوانب بطبيعه الحال ما كنساهمش. هنا خديت كيف ما قلت لكم شويه د الزبده اللي تذوبوها او تكونوا في حراره المطبخ. انا كانت عندي في الثلاجه ذوبتها شويه، فكترشوا شويه ديال الزبده وكتجيو للقنت كيف ما كتشوفوا كتبقاو تلويو. طريقه اللي هي سهله، هي كتبرموا بهذا الشكل هذا، يعني ما تزيروش، غير كتبرموا وكتمشيو بهذه الطريقه حتى كتكملوا الملويه بهذا الشكل هذا، يعني بالشكل بحال الباغيط، يعني كتلويوه بهذا الشكل هذا. نكملها نخليها جانبا كترتاح وكنمشي نورق وحده اخرى. فهنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتها ورقت انا وحده اخرى يعني بنفس الطريقه، ودائما نكرش واحد شويه ديال الزبده. وغنجيب داك يعني داك الملويه الاولى اللي برمت بشكل طولي بهذا الشكل هذا، غنوضعها هنايا فوق من الثانيه. نتوما كتشوفوا طريقه اللي هي سهله، وغادي نبرم بنفس الطريقه وغنستمر بهذه الطريقه حتى غنكمل داك 7 ديال الكويرات او 7 ديال الملويات اللي عندي. دائما كنورق بالزيت، كنرش بشويه ديال الزبده، وكنهز هاد الباكيطه هذه اللي درت كيف ما كتشوفوا وكنوضعها فوق الثانيه، وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل داك 7 الكويرات اللي عندي كاملين. هانتوما كتشوفوا دائما الجوانب نجبد داك الجوانب ما ننساهمش صافي وكنلوي. فدائما وحده في قلب وحده بهذه الطريقه حتى كنكمل داك 7 ديال الكويرات ونرجع معكم. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هما من بعد ما كملتهم، هنا راه 7 ديال الكويرات بهذا الشكل هذا. كنبقى كنضغط بيديا ونجر وغادي نلويهم بهذه الطريقه هذه، الطريقه اللي سهله ومختصره باش تحضري ملوي اللي في حجم كبير في الفران وتهناي، يعني شي حاجه اللي هي سهله. صافي غنوضعهم هنا في لاطه اللي تكون فرش ليها الورق، اولا نوضعهم غير في لاطه هكايا راه هما فيهم الزيت ما غيلصقوا ما حتى شي حاجه. صافي غنعاود في هذه المرحله ضروري ما كنغطي بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق باش ملي نبغي نقرصها هكا ما تعذبنيش، يعني مباشره من بعد ما كان ترتاح ونقرصها صافي مباشره كندخلها للفرن، يعني ما كنخليهاش تخمر. يعني في هذه المرحله يعني كل مره كترتاح راه العجينه ديالنا كطول يعني كتخمر واحد شويه، يعني ماشي ضروري في المرحله الاخرى نعاودو نخمروها. فهانتوما كتشوفوا الشكل ديالها من بعد ما قرصتها. خديت هنا لاطه، يعني من الاحسن تاخذوا لاطه هكا دائريه باش كتجيكم الملويه هكا كتحكموا فيها كتجيكم بشكل دائري. صافي وفي هذه المرحله هذه شعلت الفرن يسخن، الفرن خصو يكون سخون مزيان باش كينجح معكم هذا الملوي وكيجيكم مقرمش ويجيكم مورق من الداخل. ضروري ما كتخليو الفرن يسخن مزيان. هنا كناخذ بيضه كامله وكندير ليها واحد القطرات ديال الحليب او قطرات ديال الخل، وكندهن هنايا بها الوجه ديال الملويه كامله. ممكن ترشوا بالجنجلان كيبقى لكم الاختيار او تخليوها هكا. فإلا كنتو غطيبوها في الفرن الضو، الفرن لازم ما تسخنوه على 250 درجة من الفوق ومن التحت، ضروري الى 250 درجة حتى يسخن مزيان. تدخلوا المسمنه ديالكم تهبطوا درجة الحرارة على 200 وتخليو داك المسمنه حتى كتورق. ضروري الفرن يكون سخون مزيان باش كتورق مزيان. فإلا كنتو غطيبوها في الفرن ديال الغاز، دائما الفرن يكون سخون مزيان، يكون شاعل من التحت، المسمنه تكون الفوق تبان لكم المسمنه تنفخات وتورقات، وبقاو داك الجوانب يعني كيتحمروا كتبقى داك الحموريه تطلع عليها كامل الجوانب، عاد كنشعلوا عليها الفوق باش تحمر حتى من الوجه. وكيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. نتوما كتشوفوا الشكل ديالها رائع، يعني ملويه مختصره كتوجد في وقت اللي هو قليل فقط. كيف ما قلت لكم عطيوها غير الوقت باش ترتاح، فهي كتجي مقرمشه من برا وهشيشه من الداخل. فنتمنى هاد المسمنه تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم السلام عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات اخرى. مع السلامه الى فيديو قادم بحول الله.